السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. واليوم جيتكم بفيديو جديد ومشتاقة كلش هواي للفيديوهات، بس صار فترة ما انزل فيديوهات متوقفة. اريدكم تفاعلكم حلو على هذا الفيديو وان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. هنا اول بداية منقعة تمن، طبعا اريد اسوي اليوم مندي لحم او قوزي على التمن، بالاسمين هو نفس الشي تقريبا. هنا عندي هذا لحم غنم، لحم فخذ مالت غنم. هنا غسلته غسلة زينة، أوخر الشوائب كلياتها من عنده. فشفت شوية اسمرار بي، فايش راح أسوي؟ راح أجيب ملح وأفرك هذا البياض اللي بيه الشحم كلياته، حتى شكو شوائب شكو أوساخ راح تروح. الملح ينظفه ويخلي اللحمة هيجي بيضة وتبرق برق. وهنا هم راح ارجع اغسله غسلة ثانية، اغسل اللحم واجهزنه والدور حتى نبدي بطبختنا. اول بداية شوفوا هاي صفيت اللحمة كاملا، نظفت وشوفوا شلون شكلها طلع حلو ونظيفة، كل طلعت تلمع لمع. وهنا الدور راح اخلي اللحم بالقدر واسلقه بدون كل شي، بس مي، واللحمة اخليها هي تتغطى بالمي واخليها على النار بدون اي شي، راح اخليها تغلي. وكل شوية اجيها واشوف انها شلون صار استاوها. فهنا بعد ما خليت اللحم على النار شوفوا رجعت له، شوفوا شلون بدأ يغلي وبدون أي شي، لا بهارات ولا ملح، حتى ملح بعدني ما خليت له. هسه راح أضيف له شوية ملح على مود يفور وياه. خليت يعني سلقت بس اللحم بدون كل شي، وبعدين خليت الملح وياه. ليش تأخرت يلا خليت الملح على مود قلت تستوي اللحمة تصير هيش ترفة، لأن شوية الملح يتماسك بيها. وخليت شوية بصلة عن الزفرة. هنا أنا رجعت هاي البهارات أريد أخليها للتمن. بابريكا حمراء، 7 بهارات، بهار برياني وبهار تشريب وفلفل أسود شوية وملح. وهنا عندي هذا البصل ثرمته. هاي طبعا الخلطة كلياتها هاي للتمن. بالبداية خليت الزيت وراح أحمس البصل أكرمله تكرملة زينة، ومن بعدها أضيف البهارات عليه. هنا شوية البصل أخذ لون، صار هيج لونه جوزي طوخ. بس ما احترق، بين بالكاميرا مثل المحروق، بس هو لا أخذ لون هيج تكرمل كلش، لأن أنا ردت هيج لونه حتى ينطي للتمن لون حلو. وبعدها خليت من التشريب السوب اللي مالت اللحم خليت من عنده، لأن أنا أول شي سلقت اللحم يلا بعدين جيت طبخت التمن، فكبست التمن بالسوب مالت اللحم. فجيت هنا اللحمة مستوية، حضرت هذا البايركس. هذا البايركس عندي جديد استوني مشتريته. فبي هاي اللزقة شلعتها وحكيتها حتى بالسيم بس ما راحت. قلت خاف انه الورق مالتها يلتصق باللحم ويصير هي شكلها مو حلو وهاي. فما قدرت اروحها فعفتها. هنا شوف التمن شلون صار لونه، البابريكا والبصل الطاه هذا اللون. بعد ما نشف شوية المي مالته نصيته وخليته يتهدر على راحته. جيت هنا للحمة جبت كاتشب او ليمون دوزي ودهنت اللحمة بيه. وهنا أنا جاي أسوي صلصة على مود أخليها بالفرن. خليت خاشوقة كاتشب وخليت ملح وخليت زيت، ومن السوب همين مالت تقريبا نص كوب من السوب مالت اللحم، وخليته على اللحم وراح أدخله الفرن. هنا جبت ورقة، الورقة راح أخلي عليها زيت، طبعا هاي شوية ورقة ثخينة. هسه أعلمكم لا تقولوا لي تحترق بالفرن، وهاي راح أعطيكم طريقتها. هنا أنا فخليت على الورقة زيت وهيج بللتها حيل بالزيت، بس هي هاي الورقة شوية نوعية ثخينة. هاي شايفين اللي تجي لف بيه الأكل، اللفات او هو البرغل دائما من يجينا يلف بيه، هي هاي من نوعيته. فراح اخلي الفرن بس تحت النار، يعني بس النار الجوانية اعلقها، ما اعلق النار من فوق ابد، ما اعلق بس الجوانية وانصي، لان انا مخليه ورق وما اريد الورق يحترق، واريد اللحمة تستوي وتطلع لي بشكل حلو. فدخلتها للفرن واني عالقة بس الجوة والفوق ما عالقته، وراح اغلق الفرن عليه.
وبعد ما رجعت له شوفوا بدأ ناشف المي كله مالت اللحمة، واللحمة مستوية وصايرة طرية. فشلت الورق ما محترق لأن أنا غطيتها بالزيت وقلت لكم علقت النار بس من جوا، فوخرت الورق عنها وراح أخليها شوية، راح أعلق الفوق هيك مدة 5 دقايق بس، مجرد ما تتحمر اللحمة شوية حتى يصير شكلها حلو. طبعا هاي الأكلة من طبقتها صارت تجنن وتحفة، يعني غير ما أدري شنو، غير شكل طلع طعمها. وهنا جيت بعد ما خليتها بالفرن جيت أسوي الصلصة اللي أنا أريدها ويا التمن. هنا خليت رابة وخليت ليمون وخليت شوية ملح، وراح هيجي أشرخ الرابة هيجي شرخة قوية على مود تصير هيك شكلها ناعم، وخليها بكاسة حتى ويا التمن. هو طبعا هاي يضيفوا لها ثوم مطحون، إذا عندكم ثوم مطحون خلوه، بس إحنا من أحب الثوم المطحون ويا الرابة فما خليت. هنا خليتها شوفوا بكاسة وحضرتها على جهة. جيت أحمس اللوز على مود أخليه على اللحم والتمن. إضافة كلش حلوة إنه دائما اللحم أو الدجاج بنعتمن ونخليه له لوز. شوفوا بعد ما تحمرت اللحمة وصار من فوق هيجي الدهن مالتها هذا مقرمش، وصار شكلها كلش حلو. بعد ما تحمرت اللحمة أخذتها من الفرن، وبدينا نحضر هنا صينية الغداء، وصينية كلش رهيبة. طبعا غدانا صار غدا يشبه المطاعم. هنا بعد ما خليت اللوز واللحم فخليت الدهن هيك على اللحمة على مود تصير تلمع وشكلها حلو، وقدمتها بهاي الصورة. جربوا هاي الأكلة وجربوا هاي طريقتي وقولوا لي رايكم شنو بيها. طبعا اللحم صار هيجي بس لأنه حار ما أقدر أخذ من عنده وأشوفكم الطراوة مالته، بس هو صار هيك مستوي، هو لحم غنم وسلكته وشويته فصار اللحم كلش طري وانطى الطعم كلش طيب. يعني بذاك اليوم لو طالبة من المطعم يمكن ما صارت هاي الأكلة بهذا الطعم. طعمها طلع كلش يتجنن، وعاشت ايديني طبعا على هاي الأكلة، وأكلة حلوة وإن شاء الله تجربوها وتشوفونها وتعطوني رايكم بيها. جربوها حتى لو هي بدجاج مو شرط لحم، أنا جربتها بدجاج صارت كلش حلوة. بعد ما خلصنا غدانا جينا للسنقي نظفناه وغسلنا الماعين، وأنا دائما أخلي الماعين بهاي الطريقة حتى ينزل المي مالتها وأرجعها للكاونتر ناشفة. هنا شو رادنا ما حبينا نشرب شاي بعد هاي الأكلة الدسمة، فحبيت أجيب كاسين وأخلي سفن ونقعد نشرب السفن على راحتنا.